بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة معانا هنعمل كفتة داوود باشا بطريقة سهلة وهتعجبكم جدا. معانا كيلو لحمة مفرومة، معانا بصل متقطع، معانا توم، معانا كزبرة خضرة. حلة على النار فيها شوية زيت، وهنحط معانا التوم، هنشوح فيه شوية ياخد لون ذهبي بس. تمام. لحد ما اخدت اللون ده هننزل بالطماطم، وهنسيبها بقى كده على النار مع نفسها. معانا هنا اللحمة المفرومة وكزبرة خضراء والبصل وملح وفلفل وبهارات لحمة. هنحط البصل على اللحمة المفرومة، وهنحط الكزبرة والبهارات اللي عندنا بالشكل ده كده. هنقلب كل ده مع بعضه كده، قلبناها كويس جدا. هنبتدي نشكلها، هنعمل كور الحجم ده كده، اي حجم تحبيه يعني. عايزاكم تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وتفعلوا الجرس بالشكل ده كده. هنخلص كل الكمية اللي عندنا. تمام كده، خلصنا الكمية اللي عندنا كلها. هنجيب طاسة بقى فيها زيت على النار، هنبتدي ننزل فيها كل الكور اللي احنا عملناها بالشكل ده كده. كده لونها بقى حلو. هنا طلعنا اول كمية حطيناها، وحطينا غيرها تاني في الطاسة. تمام. معانا الصلصة خلاص، هنا احنا حطينا فيها ملح وفلفل بس. وبعد ما الكفتة اتحمرت كويس جدا نزلنا بيها في الصلصة، بقت بالشكل ده. لو عجبك الفيديو متنسيش تضغطي لايك وتشتركي في القناة. ده الشكل النهائي. يا رب تعجبكم، جربيها هتعجبك جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.